مسا عليكم يا اصحابي. انمي النهارده معانا فيه كل الجمدان، هتلاقي اكشن ومغامرات وسحر وشعوذه. تعال صلي على النبي كده ونشوف حكايته ايه. بتبدا حكايه النهارده في مكان مخيف ومريب حبتين، حتى السما بتاعته تبين اننا داخلين على ليله مش فايته. فجاه من وسط الظلام واحد بيقع على الارض بكل عنف، ومن وسط الظلام المخيف بنلاقي مجموعه غريبه بتراقبه وعيونهم كلها شر، بس بيتكلموا عن بطلنا اللي كان متلقح على الارض. اول واحد فيهم بيقول اهو يا جدعان قلت لكم هيتغير خلال السنتين دول. ساعتها واحده تانية بتقول له يعني كده يا زعيم اختبار الرتبه ايه هيعدي منه؟ انا خايف يكسفنا والله. ساعتها واحد تالت بقى بيتكلم وبيقول لها عيب عليك يا بت، ده انا خايف يدمر المكان من قوته. واخيرا بنشوف الاربعه المخيفين، يا ترى ايه قصتهم في حياه بطلنا راك اللي بيتكلم بكل تعب وهو بيقول انا كان مالي ومال التعب ده بس يا ربي. بنروح بعدها لمكان جديد كده خاص بنقابه المغامرين، والنهارده بيكون في اختبار معمول بيقيس القدرات السحريه، ولازم عشان تدخله يبقى معاك تذكره الدخول. المهم بقى بطلنا راك بيدخل وبيسلم على اليسا اللي كانت صاحبته ايام ما كان شغال سكرتير واستقال من سنتين، ومحدش يعرف هو عمل ايه في السنتين دول، لحد ما بيقطع كلامهم واحد سكران ومدروخ على الاخر ابتدى يضايق اليسا لولا راك اللي فوقه وضربه على بطنه عشان يتعدل. بعدها اليسا بتشكره وبتديله تذكرته واللي كانت برقم 4242. المهم بقى بيخرج من النقابه وبيقابل صاحبته رنات، لكن بندخل للنقابه وبنشوف الناس متجمعين حوالين الراجل اللي راك مسكه، وبيكون على الدرع بتاعه علامه واضحه جدا لايد راك. بس الصدمه بقى ان الشخص ده اسمه دومولد، مغامر قوي من الرتبه ايه، لا وكمان لقبه الفارس الشيطاني. لكن بنرجع لراك اللي بيبدأ الاختبارات بتاعة الأكاديمية، واللي الدكاترة فيها اتصدموا من جسمه القوي وطوله العملاق رغم ان عنده 30 سنة. بعدها بيجي اختبار البلورة، بيكون مطلوب من كل واحد فيهم يحط ايده عليها علشان يقيسوا قوته السحرية، وفعلا كل واحد فيهم بيبدأ الاختبار وقوتهم كلهم كانت كبيرة ومميزة جدا، لحد ما بيجي دور بطلنا الضخم اللي اول ما بيلمس البلورة ما بتلحقش تنور حتى من كتر ما قوته ضعيفة جدا، وكمان بيكون من الرتبة اف. الكل ابتدى يتريق عليه بس بيتصدموا بعدها لما بيلاقوا البلورة اتكسرت. بندخل بعدها يا عزيزي المستمع للاختبار الثالث اللي بيكون عبارة عن عمود سحري كده شبه كيس الملاكمة، وعايزين الأبطال يضربوا بكل قوتهم عشان يعرفوا مهاراتهم الجسمانية، خاصة يعني ان البتاعة الخضراء دي ضد الصدمات ومش هتتأثر لأنها عبارة عن حقيبة هلامية. وقتها ريك كان متوتر شوية بس بيفتكر كلام مدربه اللي بيقول له بغض النظر عن السلاح أو السحر بتاعك فكل حاجة هتكون معتمدة على قوة جسمك، ولو قدرت تدمر الحقيبة الهلامية بإيدك ده معناه ان جسمك قوي جدا ومستعد لأي قتال. ساعتها راك بيقول له بس انا مستحيل اقدر احركها، حتى انت قدي مرتين اساسا فما فيش مواجهة مقارنة بينا. وقتها عم الضخم بضربة ايد واحدة كسر الحقيبة الذهبية، وما اكتفاش بكده ده كان بيعذب راك حرفيا وبيخليه يضرب العمود الذهبي اكتر من 50,000 مرة في اليوم الواحد. وقتها بيفوق من ذكرياته اللي ما صدق خلص منها، لحد ما بيبدأ بقى الاختبار، واول واحد بيطلع عنده سحر التعزيز، انما التاني بقى كان واد صغير وشايف نفسه كده بس له حق يتغير لانه الابن التاني للملك، وبالرغم من انه عيل مفعوص عنده 11 سنة الا انه من الرتبة جي. المهم بقى عم العيل بيستخدم سحره القوي وبيستدعي نيران الجحيم وبيضرب بكل قوته النارية الحقيبة، وطبعا الكل كان مصدوم من قوته خاصة ان عنده سحر اللهب المركب من المستوى الثالث. وبما ان راك عنده ذكريات سودة بيفتكر سحر اللهب اللي كان بيتعذب بيه من واحدة مجنونة من الفريق المجهول ده. المهم بقى عزيزي كان بيراقب المتدربين في صمت لحد ما بيجي دوره، بس القائد بيقول له انت المفروض تنسحب يا ابني، انت راجل عجوز عندك 30 سنة وكمان رتبتك ضعيفة جاي تقرفنا ليه بس؟ ساعتها راك بيبص للي حواليه وهو عارف ان عندهم حق والمفروض ينسحب، بس بيفتكر التدريبات العنيفة اللي كان بيتدربها لدرجة ان ايده كانت بتنزف دم، وبيكمل تدريبه. وبالرغم من انه بدأ حوار السحر ده متأخر جدا لكن كان بيحاول بكل طاقته انه ينجح. المهم بقى وطننا الشجاع بياخد وضع الاستعداد وبيضرب بكل قوته لدرجة انه كسر العمود الاخضر من غير ولا سحر ولا شعوذة، وصدم الكل بقوته المرعبة خاصة ابن الملك اللي كان متغاظ منه عشان سرق اهتمام الكل، بس طبعا غروره ما تهز الشعر بسبب سحر الدفاع اللي عنده اللي هينفعه جدا في الاختبار التاني. وعلى ذكر الاختبار الجديد بيحصل انفجار قوي والكل كان مصدوم من قوة راك الغريبة، واللي بيكون واقف المدرب اللي اساسا كان تعبان من قوة راك وبيقول له ده انت فرهدتني يا عم، مع ان مش باين عليك يعني انت كنت بتستخدم الوسادة الهوائية ولا ايه؟ ولا يكونش ده سحر الطبيعة اللي من المستوى الاول؟ عامة انا مش هتساهل معاك وهستخدم سحر من المستوى الخامس فصده كويس بقى. ساعتها راك بيقول له هو انا مش جامد للدرجات، انا اخر المستوى الاول في الهجوم والدفاع بس هتستر لا تقلق.
وقتها بيقول له انت بتهزر يا عم، يعني بعد كل الفرهده دي ومش هتقدر تستخدم مستوى تاني حتى؟ ساعتها بيقول له يا باشا دي شكليات مالكش دعوه، انا اقدر اصد اي قوه تتخيلها. وقتها القائد بيقول انت بتتحداني بقى، انا مش هتسهل معاك. وبيبدأ يستدعي قوته السحرية وبيستخدم كورة سحرية ضخمة من المستوى الخامس وبيضربوا بيها، بس ولا بيتهز حتى، وبيصدها بكل سهولة وسط صدمة من الكل من الإعصار القوي اللي حصل في المكان، لدرجة إن واحد من القادة شك إن في قنابل في المكان وراح يطمن. ولما عرف اللي حصل بيقول انتوا بتهزروا يا جدعان، واحد ضعيف زي كده دمر حقيبة الهلام وكمان بيصد السحر المركب ده ازاي؟ يعني انتوا شاربين حاجة ولا ايه؟ لكن بيتصدم اكتر لما بيعرف ان اللي عمل كده مستواه السحري ضعيف وسنه كبير كمان. المهم بس يا عزيزي عشان تعرف ان الموضوع مش سهل، تعالى افهمك يعني ايه حقيبة هلامية اصلا. بص يا معلم، دي في منها 6 الوان، اعلاهم الذهبي اللي كان بيتدرب عليها بطلنا باستمرار، واقلهم الاخضر اللي كسرها النهارده، وبسبب انها خطيرة جدا فبيستخدموها في اختبارات القتال والسحر. وطبعا لو ما تعرفش يعني ايه رتبة اصلا، فاعلى رتبة هي ايه واقل واحدة هي اف بتاعت المبتدئين والعيال التوتو كده، لدرجة انهم حتى لو قاتلوا وحش ضعيف هيروحوا في داهية، انما بتوع الايه دول ناس جحدة يقاتلوا اي حد، وكذلك باقي الرتب بقى. المهم بقى بيطلع يقعد مع صاحبته وهو تعبان على الاخر من الاختبارات دي، لحد ما بيدخل الواد تشان وهو متعصب من راك ومش طايقه. ساعتها راك بيقول له مالك بس يا ابني، تايه من اهلك ولا ايه؟ تعالى اجيب لك لعبه. وقتها تشان بيتكلم بغيظ وهو بيقول له انا مش طايقك، انا اقوى واحد هنا وكنت مفكر الكل هيعرفني ويقولوا عليا عبقري، جيت انت بوظت كل مخططاتي. وابتدى يعيط بقى. ساعتها راك اتوتر من عياطه المزعج وهو بيقول له يا ابني استهدى بالله واهدى بس، طب اقول لك روح اتفرج على كرتون وفكك من الحوارات دي. لحد ما بتدخل بنت غريبه كده وهي بتقول له انت يا راجل يا عجوز مالك ومال اخويا، ده انت يومك مش فايت النهارده. ساعتها تشان بيحضن اخته انجيليكا وهو بيقول لها هاتي لي حقي، وراك بيقول لهم ايه جو الحضانه ده، ما تفكوكم مني يا جدعان. بس انجيليكا ما اهتمتش وهي بتقول له تتكلم مع عيال الملك باحترام احسن لك. وتشان كان عامل زي العيال النغه وهو بيقول لها الراجل الأربعيني ده فضل يتنمر عليا وضربني وسرق سندوتشاتي. وراك ساب الجمله دي كلها وهو بيقول 40 مين يالا، انا لسه شاب 30. وابتدوا يتخانقوا بقى، ورينات بتراقب المشهد الاهبل ده في صمت، لحد ما انجيليكا بتقلع الجوانتي بتاعها وهي بتقول له ده انا مش هسيبك النهارده يا راجل يا عجوز، انت لازم اجيب حق اخويا. وبترمي عليه الجوانتي وهي بتقول له اتحداك في مبارزه بقى. فتعرك بينزل يجيبه بكل صفونيه من الارض عشان ما يتوسخش، وهو بيقول لها طبعا وانت هتعرفي تعب الغسيل منين حرام عليك يا بت. بس اخيرا رينات الصامته بتقول له مقدره اهتمامك يا اسطى، بس انت كده قابلت القتال. وفعلا انجيليكا ما صدقت وحبت تعرفه على نفسها وهي بتقول له انا فارسه من الدرجه الثانيه من فرسان الملكه وهنفخك النهارده، ولو نجحت وهزمتك هتبقى الخادم بتاعي. طبعا ريك ما كانش مهتم بالهبل اللي بيحصل ده، بيبص لرينات وبيقول لها هي فعلا فارسه من الدرجه الثانيه؟ فقالت له ايوه فارسه في مملكه فيلياهم، وفارس من الرتبه الثانيه زي مغامر من الرتبه بي كده. وقتها راك بيجي له تشنج عصبي كده وهو بيقول لها يعني العياله دي تقدر تهزم وحوش مستواهم عالي لوحدها؟ لا لا يا عم مش لاعب، ده انا لسه مغامر ما كملتش ساعتين ومن الرتبه 0 كمان، لا هنسحب. ساعتها بتقول له هتضيع تدريباتك خلال السنتين اللي فاتوا. وقتها بيفتكر التدريبات اللي طلع عينه فيها واللي ما كانش حد رحمه ومطلعين عينه على الاخر، وبتقول له لازم تثق في نفسك اكتر من كده، وافتكر ان حزب اوريكا اقوى المقاتلين في القاره معتبرينك واحد منهم وواثقين فيك، فما تضيعش تعبهم بقى، انت عديت بحاجات كتيره تخلي قتال زي ده ملوش لازمه بالنسبه لك. وفعلا كلامها بيفرق معاه جدا وبيقرر يقوم ويقاتل البنت اللي شايفه نفسها دي وبيهزمها كمان. وبعد ما بيقف قصادها بتسحب سيفها وهي بتقول له وبما انك مغامر كحيان هتنازل وتساهل معاك وما اقتلكش. وبعدها بتتحوط بهاله سحريه كده استعدادا للقتال، بس ريك كان بيبص لها بتفكير وبيدرس تحركاتها، واول معلومه عرفها انها من مستخدمي السيوف اللي بيعززوا جسمهم واسلحتهم ساعه القتال. بس اللي ما تعرفوش يا عزيزي ان انجيليكا معروفه بسرعتها الشديده في القتال وبتجري عليه بسرعه شديده، ولولا انه اتحرك كان زمان رقبته طارت زي الباب اللي اتقطع ده. ساعتها انجيليكا بتحرك سيفها بغرور وهي بتقول له لا 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 اجمد كده وما تخافش، ده انا كده وبطيئه كمان، اما لو شفت سرعتي الحقيقيه مالك اتخرست ولا ايه؟ وتشان بيتنمر عليه وهو بيقول له ها جدو اجمد كده يا راجل، انت عارف ان اختي انجيليكا لقبها الوميض السريع، بس ولا اي اندهاش حتى، بيبص لهم بكل ملل يا جبروتك يا عم. بس انجيليكا بترفع سيفها وهي بتقول له استعد للقتال بقى، وبتجري عليه بكل سرعتها برجليها السريعه دي. بس في الحقيقه راك كان مركز مع تحركها جدا جدا لدرجه انه شايف سرعتها ضعيفه جدا، كان مستغرب وهو شايفها بطيئه قوي كده، دي يمكن ابطأ منه وهو بيجري.
المهم بقى بيتخطى ضربتها بكل سهولة، وده بيصدم أنجيليكا جدا، وبتقول معقولة بيقدر يقرا تحركاتي؟ بس لا مستحيل، محدش يقدر يعمل كده غير لو فارس محترف من الدرجة الأولى. فبتقول له حتى لو قدرت تتخطاني مرتين فده يمكن عشان ما كنتش مركزة، لكن أنا هركز بقى وانفخك. وبتستخدم أقدامها السريعة من تاني وبتجري عليه بكل سرعة، بس برضه راك كان شايفها بطيئة جدا ومستغرب إن واحدة زيها من الدرجة التانية دي أبطأ منه أساسا. بس هل هي بطيئة فعلا ولا ريك اللي عيونه غريبة ولا هو فعلا قوي جدا؟ المهم بقى أنجيليكا وهي بتجري بكل ثقة كده قامت اتكفت على وشها وبقت بتجري بالمعكوس وبسرعة غريبة، بس راك اتصدم شوية وبيحاول يتخطى الإعصار المجنون ده لحد ما أخيرا بتقف وهي بتحاول تبين إن دي حركة قصدها بدل ما كرامتها تتبعتر. ساعتها بتقول له حتى دي قدرت تتخطاها بس أنا مش هسيبك برضه. لكن بينها وبين نفسها كانت قلقانة حبتين لأن تقنيات السرعة بتستخدمها 3 مرات بس، لكن مع ذلك قررت تخاطر وبتستخدم السرعة السحرية من تاني وبتجري بسرعة، والمفروض إن سرعتها زادت 3 أضعاف، لكن برضه نفس النتيجة. راك مش شايفها بتتحرك أساسا، كانت بالنسبة له زي السلحفة كده وبيتخطاها برضه. ساعتها أنجيليكا بتتصدم من الشخص المرعب اللي قصادها اللي بيتخطى أقوى حركاتها بكل سهولة، وما كانتش عارفة تعمل إيه، خاصة إنها استخدمت التقنية الألفية وكده فاضل لها مرتين بس ومش هتعرف تعمل حاجة تاني. وبتحاول تهاجمه من تاني وهي بتجري بسرعة ومعاها سيفها، ولما ريك لقاها اتجننت قرر يصد هجومها بس وقعت على وشها وبقت بتتحرك بسرعة على بطنها. وقتها فكرها هتهاجمه فقام ضربها بوكس رزعها تحت الأرض وكسر الأرض كلها، بس من حظها إنها في آخر لحظة اتخطت هجومه. وقتها بتبص للأرض متكسرة بكل رعب وهي بتقول يا لهوي لو ما كنتش اتحركت كان زماني متكسحة تحت الأرض، مين الجدع ده يا ربي وقوي كده ازاي؟ ساعتها راك بيقرر يرحم فضولها وهو بيقول لها أنا يا ستي واحد غلبان من 2 سنين كده اتغيرت من كوني موظف كحيان وعلى نياته إلى مغامر، أي نعم يعني لسه كحيان ومن الرتبة آف بس أديني بحاول أكون قوي. ساعتها البت بتتجلط حرفيا وبتقول له أنت أكيد بتكذب، يا الأجهزة خرفت، ده مش منظر واحد من الرتبة آف أبدا. وقتها بيطلع من الحفرة وهو بيقرب منها وبيقول لها خلاص أجرب عليكي عملي بقى وأشوف قوتي عاملة إزاي. ساعتها البت بترجع بكل رعب وهي بتقول له لا انا هستسلم اساسا، انت راجل زي الفل ومفيش زيك، هو اخويا اللي مترباش، معلش يا باشا سامحنا. وبتاخد اخوها عشان تمشي بس ريك بيقول لها لا استني، انت مش قلتي الخسران هيبقى خادم عند الفايز؟ انا ما جبتش حاجه من عندي يا انسه. ساعتها البت كانت هتتشل حرفيا وقاعده تصرخ بغيظ وبتجري بكل سرعتها. وقتها رينات بتقول له اديك يا معلم فزت عليها، بس المهم يلا بينا بقى عشان نتيجة الاختبار التمهيدي ظهرت، كمان براكستون والباقيين قربوا يوصلوا. بس ريك اترعب وهو بيقول لها جايين ليه؟ وعلى الناحية التانية بتشوف صحابه وهم جايين عشانه بشكلهم المرعب حبتين. وبس كده يا عزيزي، كده خلصت الحلقة الأولى من حكاية راك. تفتكر ايه اللي هيحصل له في نقابة المغامرين، وايه حوار فرقة اوريكا، وعملوا ايه في الواد الغلبان، وازاي من الرتبة اف وقوي كده؟ اهو ده اللي هنشوفه الحلقة الجاية بقى. بس اشترك في القناة كده ولايك جميل زيك عسل، وقول لنا نكمل ولا لا في الكومنتات. عايزين دعمكم يا جدعان، القناة لسه جديدة. سلام.